عاد خرجت من السبيطار وجيت باش نصور الفيديو هنايا، صورت في التقدم تلبية شي طلبات. للأسف السبيطار ما كان حتى شي جديد. قرات ليها الدوسي عطاتو الزربة حيت عندهم الزحام، قرات ليها صلاح الوقفية. المهم لا جديد، عندي الكريات الحمرين عابطين، هي كاع ما جبت فيها حتى قلتها ليها، قلت ليها بلا راه الكريات هابطين هذيك هي هاك، ولكن ماشي مشكل. هاديك التحلية تاع الخروج قالت لك راه مزيانة. صافي هاد جوج اللي قالت ليا، الناس قالت ليها نشوفوك من هنا هي السيمانة. قالت ليها شنو فين عندي انا المرض ديال الكورونا، واخا هاد المعلومة كانت عندي بغيت نتأكد. المهم ما عكزاش، قالت لها هي واخا في الاول نسات، عطانا هي جبت الدوسيه تقولي عندك بين المصران الكبير وبين المصران الصغير، هنا فين عندي على المرض ديال الكورونا. بخصوص الدواء قلت لها راه مقطوع، قالت لك ما خصكش تقطعو، قلت لها ماشي انا اللي قاطعو، راه في الفرماسي اللي مقطوع فيه، ياك ما خصوش يتقطع، هو اللي واتاك، وهذا هو اللي واتاك، هادي ما تتقاش ليا، هي ما تأمي غير نهار قطعتو، ياك هو اللي واتاك، تصقو هما اللي حابسينو. المهم قالت لها ما خصوش يتقطع، شوف اللي جيبو من فرنسا. دابا انا حاصل هنا في المغرب، كي غادي ندير نشوف فرنسا، هي كاينين اصدقاء ولكن حيدو حنا اصدقاء، كي غادي تنجيبو هنا من فرنسا. وزائد عرفتو الازمه اللي كاينه هنايا اللي عندنا دابا حنا مع فرنسا، كيسخرو من الملك وكيسخرو من الزنزانه، ضحكوا عليهم تيشوفوا وصلت المغرب، وفي الاخر قالت لك سير جيب الدواء من فرنسا. على اي واخا تجيب الدواء من فرنسا غادي يشدوه لك في الديوانه وغايقول لك خلص عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم انا بقى لي طال شهر 10 عندي هذاك عندي العمليه تاع التيو، غادي نحاول ندور على مراكش نشري شي جوج شوكات اللي لقيتهم. من بعد شهر 10 لما قدرياش الغرض في العملية غادي نقطع عاوتاني هاد الدواء، حيت انا تيبايعتي وليتي فأر التجارب. وانا جبت لها عاوتاني هداك الدواء البيولوجي حيت صحاب الريماتو المهم مشكورين دارو معايا الخدمة، هيئوني باش ناخد الدواء البيولوجي. دابا تنتسنى واحد الاستاذة تقرر اشنو ندوى فيهم. انا بغيت نعاود نشوف هاد صحاب الكاسترو اش يقولوا، حيت من 2019 مات ليا الدواء مقطع. قبل شهر من درت كونترول، من قلتها لواحد الدربة هذاك واش مسجل تسجل. المهم عطاتني شي جواب مقنع، ودابا من قلت لها الطبيبة تاع اليوم قلت لها راه قالت لها الطبيبة اللي قبل خصني نتسجل، كيفاش غادي نتسجل؟ قالت لها راه هذاك الدواء راه ما تيكونش ديما، ياك نعطيوك لا دوغز وحده وهي تضربها، ومن بعد ما تلقاش الدواء وعاد راه خصك تعاود ترجع عاد ترجع للميتوتريكسات. قالت لها هي ما هي، لنفترض ان الدواء ما كاينش، راه كاين في الفارماسيان، اذا علاش ما تهيئونيش انني ندير داك الدواء نعود نشريه من الفارماسيان، واخا راه هو غالي تقريبا راه 2 مليون. اللي بغيت نقول ان علاش هما ما مهتمينش بهذا الدواء البيولوجي رغم انه هو الدواء الفعال، حيت انا عندي جوج امراض مزمنين وتتعارضوا فيما بينهم، مرض ديال الكرون ومرض ديال الاس بي اي. المهم هادشي اللي كاين لهاد المره، صافي نغبرو هاد السيمانه نعاود نديرو تحاليل، نمشيو عند الصديق معجلة به اللي كيكتبو عكاز ونعاودو نشوف واش غايقول لك. المهم غايقول لك عندك الميكروب الدم طالع، هاد الهضره ديما تيقولها هي من 2019. فيس غايقول لك الكرات الحمراء هابطين. وبعدا اثناء الانتظار سمعت الناس المرضى تاهما تهضروا
لقيت هما عندهم نفس المشكل ديال الكريات الحمراء، ان الدواء واحد السيدة قالك هذاك الدواء سرق هو اللي خلى الكريات الحمرين هابطين. دابا بغيت نعرف ان ديما كاع المرضى تهبط لهم الكريات الحمرين، وعلاش تستمروا باش يعطيك هذاك الدواء؟ ما قداش يجاوب. هذا ما كاين. والسلام عليكم.